استنى استنى ما تمشيش. سمعت عن كتاب بيتكلم؟ طيب عن فانوس جواه أرواح من الماضي في رمضان لسه شوية من سحر آتي. يا عم المسحراتي، أساطير أساطير. وفعلا هنا هتسمع عن حاجات غريبة بتطير في برنامج من سحر آتي. يا مساء الفل والهنا على سميعة مونيكروفون. جت الساعة 6:15 صح؟ أيوة، يبقى طبلة جديدة من برنامج من سحر آتي هنعيش معاها سحر أسطورة رمضانية جديدة. معاكم مونيكا ميشيل، ويلا نروح نسمع صوت طبلة النهاردة. هنروح سوا لمدينة صغيرة وسط الصحراء، هتحكي لنا عن طبق، بس مش أي طبق. تعالوا نشوف. طبق خشب موجود في بيت غامض على طبلية قديمة. كان معروف بين الناس إن البيت ده بتاع ست عجوزة كانت ساكنة فيه واسمها أمينة. الست دي كانت أول لما شهر رمضان يهل طبقها الخشب يتملي بالأكل وبأي حاجة من قوت يومها لأي فقير أو محتاج يعدي عليها. والغريب إن الطبق عمر ما حد شافه فاضي طول شهر رمضان. بعد ما ماتت الناس قالوا عليه طبق البركة، وبقوا لازم أي حد يعدي منهم يحط أي حاجة للخير كل ليلة في رمضان. بقوا متأكدين إن لو بات الطبق ده في ليلة فاضي البركة هتختفي عنهم وعن كل القرية. فكل واحد كان يروح للطبق يحط حاجة بسيطة، لقمة أكل، درهم صدقة، وحتى لو كان دعاء مكتوب على ورقة. المهم ما يباتش فاضي أبداً. في سنة من السنين، في ليلة بردها شديد قوي، كل الأهالي ناموا ونسيوا يحطوا حاجة في الطبق. الوحيد اللي كان صاحي هو طفل صغير اسمه حمزة. فضل يبص للطبق وهو فاضي من بعيد، والتراب كان مليه وكأن الطبق كده نوره اتطفى. حمزة كان خايف جدا، ما كانش معاه فلوس أو أكل حتى يحطه، بس فكر بسرعة وجاب ورقة ورسم عليها ابتسامة كبيرة وحطها في الطبق وقال يمكن دي أحسن حاجة أقدر أقدمها. وفعلا الأهالي صحيوا الصبح لقوا الطبق بينور نور خفيف، وفهموا إن الخير مش لازم يكون حاجة كبيرة أو حاجة مادية، المهم يكون من القلب. ومن يومها فضل الطبق ده مليان، وكل سنة كانوا الناس يحكوا للأطفال عن الطبق اللي ما بيخلصش أبدا بسبب ابتسامة حمزة اللي جابت البركة للمدينة كلها. الأسطورة دي فكرتني كده بعادة شعبنا المصري الجميل بيعملها من زمان، ومتهيألي لسه موجودة لغاية دلوقتي، اللي هي فجأة تلاقي باب بيتكو بيخبط كده وتفتح تلاقي طبق متغلف من جيرانك ومعمول فيه طبخة لذيذة بيبقى نفسك فيها، وبالتالي انت تلاقي مامتك او انت شخصيا رجعت الطبق لجيرانك، بس ما بترجعوش فاضي، لا بترجعه برضو فيه اكل. العادة دي لذيذة قوي، تلاقي الطبق رايح جاي، وممكن تلاقي الطبق ده فجأة اختفى ما تعرفش راح فين من كتر ما بيتنقل بين الجيران تقريبا. ومناسبة الأكل اللذيذة والطبق بتاع النهاردة، قولي انت ايه اكتر أكلة بتحبها ومستنيها من جيرانك ما بتتعملش في بيتكو، او عامة جيرانك بيعملوها احسن من بيتكو بكتير؟ بمعنى اصح يعني الأكلة اللي بتستناها من السنة للسنة في رمضان. اكتب لي تحت في الكومنتس، وحالا سكتت طبلتنا اللي خلصت مع حلقتنا. استنوني بكرة مع صوت طبلة جديدة نعيش معاها سحر أسطورة رمضانية جديدة في برنامج من سحر آتي الساعة 6:15 بالظبط كل يوم لآخر شهر رمضان. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي، من سحر آتي. هنا يوماتي من سحر آتي.